تفتكر ازاي الأغنياء بيخلوا فلوسهم تكبر كل شهر وانت بتصحى تلاقي المرتب نزل وبعد أسبوع كأنك ما قبضتش حاجة؟ المشكلة مش في المرتب، المشكلة إنك مش ماشي بخطة. تخيل لو قدرت تدير حياتك زي ما الشركات الكبيرة بتدير فلوسها، ساعتها حتى لو مرتبك قليل هتعرف توفر وتستثمر وتبني مستقبل مالي حقيقي. في الفيديو ده هوريك خطوة بخطوة ازاي تدير ميزانيتك كأنك مشروع ناجح وتكتشف أسرار ممكن تغير حياتك بالكامل. جاهز تبدأ؟ يلا بينا. أول خطوة مهمة في حياتك المالية إنك تبدأ تدير نفسك كأنك مشروع تجاري. يعني إيه؟ يعني كل جنيه يدخل أو يخرج لازم يكون مكتوب قدامك، إيراداتك، مصروفاتك، فلوسك في البنك، طبعا مرتبك. حتى لو كنت بتاخد أجر بالساعة، كتابة كل تفصيلة دي هتفرق جدا، لأن من غير ما تحس ممكن تكون مشترك في خدمات بتسحب منك فلوس كل شهر وإنت ناسيها من سنين، أو كمان ممكن بتصرف فلوس على حاجات إنت مش واخد بالك منها. تاني خطوة في غاية الأهمية التوفير الذكي. اشتري حاجات بالجملة تكون أرخص، استغل العروض بس بشرط تكون الحاجات اللي في العرض انت فعلا محتاجها وهتستخدمها. وبكل تأكيد ابعد عن الشراء العاطفي، يعني الحاجات اللي بتشتريها وانت مش محتاجها فعليا. الموضوع مش معناه تضغط على نفسك أو تعيش في حرمان، بالعكس تقدر توصل للتوفير اللي عايزه من غير ما تضحي بجودة حياتك. الموضوع بس محتاج شوية حكمة. ثالثا، عارف ايه الفرق بين حد بيكبر مشروع بسرعة وحد تاني واقف مكانه؟ الإجابة في كلمتين: متابعة الأصول. خليني أوضح لك. لو عندك مشروع صغير أو حتى استثمار بسيط، من غير متابعة دورية كأنك سايب العربية ماشية من غير عداد. إزاي هتعرف مصاريفك قد إيه؟ أرباحك جاية منين؟ وإيه اللي بيضيع فلوسك؟ شوف، في ناس كتير بتبدأ مشروع بحماس، بس بعد شوية يلاقوا نفسهم مش فاهمين الفلوس رايحة فين. طب والنتيجة؟ المشروع بيقع. لكن الذكي هو اللي بيعمل متابعة شهرية، بيشوف الأصول اللي عنده، إيه اللي بيكسب وإيه اللي محتاج تعديل أو حتى ممكن يتشال خالص. الموضوع بسيط جدا، ورقة وقلم أو شيت إكسل، سجل فيه مصاريفك، إيراداتك، والأصول اللي بتملكها. لو عملت كده هتكتشف فجأة إن في حاجات صغيرة بتاكل من ربحك من غير ما تحس. في الآخر، متابعة الأصول مش رفاهية، ده مفتاح النجاح لأي مشروع. فاسأل نفسك، هل أنت فعلا متابع مشروعك ولا سايبه للظروف؟ رابعا، احذر يا صديقي من الثقب الأسود اللي بيدمر أي نجاح. في ناس بتخاف تعمل ميزانية عشان مش عايزين يواجهوا الحقيقة، ديون والتزامات ومصاريف. لكن الحقيقة قدامك حلين: يا إما تعمل ميزانية وتبدأ تصلح مشاكلك وتبني ثروتك، يا إما تسيبها بقى وتمشي من غير حساب وتفضل في نفس الدوامة. أنت صاحب الاختيار. خامس حاجة وأهم حاجة، الحل. أبسط أداة ممكن تساعدك هي برنامج إكسل. هتكتب فيه كل بياناتك المالية وتحتفظ بيها للشهور اللي جاية، وكمان هتنفعك في الشهور اللي فاتت. وهتشوف قدامك بوضوح إزاي الفلوس بتتصرف، وده يخليك تقدر تاخد قرار مالي ذكي. هنصرف المرتب على 5 حاجات. أولا، الضروريات بنسبة 50%، زي الإيجار وقسط السكن، الأكل والشرب، الكهرباء والمية والغاز، المواصلات، وطبعا العلاج والأدوية. تاني حاجة الادخار بنسبة 20%، زي حساب التوفير أو الشهادات البنكية، وكمان مهم جدا يكون عندك صندوق طوارئ في البيت. تالت حاجة الاستثمار بنسبة 15%، زي الأسهم، صناديق الاستثمار، أو مشروع صغير، ده الجزء اللي مع الوقت هيبني الثروة. رابع حاجة التعليم والتطوير بنسبة 5%، زي كورسات أونلاين، كتب، أو أي مهارة هتزود دخلك. خامس حاجة وآخر حاجة الكماليات والترفيه بنسبة 10%، زي الخروجات، اللبس، والاشتراكات. الفكرة الأساسية: أول ما المرتب ينزل وزع النسب دي فورا. لازم يكون فيه ادخار واستثمار مهما كان دخلك قليل. في نهاية الفيديو حابب أقولك إن الميزة الكبيرة في الميزانية إنها بتخليك تتخيل مستقبلك، يعني ثروتك هتوصل لكام بعد سنين، وده هيشجعك أكتر إنك تزود في التوفير والاستثمار. يعني مثلا لو بتوفر 1000 جنيه في الشهر، هتقول طيب ما أنا أخليهم 1500. الموضوع بسيط جدا، كل اللي محتاجه منك خطوة واحدة: تبدأ تعمل ميزانية. وده مش بس هيحميك من المشاكل، لكن هيفتح لك طريق تبني بيه مستقبلك المالي. لكن السؤال الحقيقي هو: إزاي الأغنياء بيعملوا الفلوس ويبنوا الثروة دي كلها من الصفر؟ اطمن، الفيديو اللي جاي هجاوبك على السؤال ده، وهشارك معاك إزاي الأغنياء بيعملوا الفلوس بطريقة بسيطة تقدر تطبقها من أول الشهر. استناني، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك الحلقة الجاية أول ما تنزل.